ننظم الخطأ اللي موجود في البلد عشان ما يبقاش كلام سرد بس. طبعا لازم ان احنا نوضح هذه الناس يعني نقول المجلس العسكري رغم مجتمع يعني كلام الناس اللي هم بيتكلموا عن الامور في الواقع. احنا بنقول الله سبحانه وتعالى على شخصيات هذا المنزل الناس يعني من الناس اللي هم من قبل الثوره يعني تعود من عموم الشعب ان هو يعبر عن رفضه للظلم بدل ما تتخيل نفسك وطلع جزع حياتك الكلام ده ثالث كان قبل الثوره عارفين يعني في طلعت طلع يمشي معاه بنزين والشماعة على نفسه والمرة على نفسه. حصل تقريبا 8 مرات منهم بعض منهم مات. يعني أنا أذكر وقتها كان تقريبا يوم 21 مايو تقريبا كان صوت الجمعة وكان مسجل كنا بنتكلم من ذلك في المسجل قال بحقي معاش الكريم بحقي في التعليم بحقي في الحياة بحقي في الدواء بحقي في المسكن وذلك ويطالبون هذا الاحتمال موجود في المصريين يطالبون بالحاكم اما اعتدلت واما اعتزلت اما استقمت واما استقلت ان استطعت ان تحمل تلك الامانه وتؤديها الى اهلها فهي نعمت والا فارحل. هذا الكلام ثالث عني انا شخصيا وعن كذلك المجموعه يعني اخذت على عاتقها في تاسيس الحزب. كنت في لقاء هذا اليوم 21 يناير مرة أخرى في لقاء مع الشباب في المنطقة عندنا وتكلموا هل يمكن أن تتحول يعني الأمر إلى ثورة ويعني تنتصر تلك الثورة؟ فقلت لهم إجابة أن هو لو أن الجيش في مصر انحاز إلى الشعب فممكن أن تنجح بإذن هذه الثورة. الحقيقة يعني الشواهد كلها تقول ان حصل انحياز حقيقه حصل نحن يعني نخشى ان نقول الحق ولو على انفسنا كما ذكرنا في البيان السابقه كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين ان يكن غنيا او فقيرا الله اولى فلا تتبعوا الهوى أن تعلم. فاتباع الهوى هذا شيء مكروه هذا شيء حرام. فاحنا بنقول ان لا شك ان يجب ان احنا نقول الحق امامنا وننكره. لا شك ان الجيش منحاز الى الشعب. مفهوم؟ احنا مش عايزين تكون الشمس طالعه وننكر طلوعها. لو قدر الله عز وجل ان الجيش لم ينحاز الى الشعب الحقيقه كان ستكون ممكن تختلف معي في الرؤيه لكن انا يعني انا اقول الذي اعتقده ان المعارضين ليس متفقا. المهم الذي حصل احنا موقفنا كما ذكرت اذا احسنت تعينوني للاسف فايه؟ فقومون. احنا يجب علينا ان احنا اذا اساء نقومه وهذا الذي يحدث في ذلك الوقت. نحن اجتماعات المجلس العسكري يا جماعه كلهم في الحقيقه كنا نواجهه بالحق. يعني الحمد لله الواحد يعني في حياتي انا حضرت يعني لقاءات مع يعني وزير الداخليه وجهاز الشرطه ومسؤولين الشرطه وكذا وتكلمت عن جهاز الشرطه تكلمت بكلام النشوه التي يعلمها الوزير بنفسه الضباط والتزام التمشي وتكلمنا في
العسكرية. هذا الشيء الذي لا يقبل ولا نقبل أن يطبق قانون الطوارئ أو حالة الطوارئ، لأن حالة الطوارئ هي التي من أجلها وبسببها قامت الثورة المصرية. لأن قانون الطوارئ هو الذي استخدم لا ليحمي الشعب وإنما ليحمي الحاكم الظالم. هذا الكلام هو الآن في اجتماع المجلس العسكري، والحمد لله رب العالمين يعني بعضهم يعرفني والكثير أو أكثرهم لا يعرفني، لكن التزام قول الحق يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني هو عندي ولدت به وأنا أعرف مما أموت عليه. يعني قول الحق أينما كان ولو كان مرا لا يعني أنا بالنسبة لي حتى أموت إن شاء الله عز وجل. فلا أقول أن حالة جزاء ولا شكر في لقاءات المجلس العسكري وفي اللقاء الأخير بالذات اللي كان في 1 أكتوبر احنا طلبنا من هذا الأمر والصبر، يعني أنا تصير صرف عليه. الحقيقة إن هو حصل وعود أو مش وعود، هو حصل تأكيد منهم هو سبع ثورة حالة طوارئ إلا عن جرائم الطاغية، وكانت بعض الجرائم 3 جرائم 4 جرائم ستطلق عليها حالة طوارئ الناس وذلك ترفع حالة طوارئ، ويأكدوا أنهم سوف يشترون هذا القانون في اجتماع سوف يشترون خلال 72 ساعة أو قالوا على حد الأقصى عندما تمر احتفالات 6 أكتوبر كان المفروض أن تصدر. لكن احنا اللقاء المجلس العسكري ذكرنا يعني أصررنا على أن هو ترفع حالة الطوارئ، وهو طبعا تم إصدار قانون إلغاء محاكمة المدنيين والمحاكم العسكرية. هذا صدر. الكلام اللي هو لماذا كان المجلس العسكري هذا ليس صحيحا. نحن كما ذكرت لكم يعني على قول القائد إذا أحسنت فاعلوني وإن أسأتوا فقول بموني. السؤال الآخر يعني موقفكم من المليونيات رغم أن المجلس العسكري لا يستجيب إلا بها. نقول يا جماعة الناس اشتكت الناس تشتكي من أن عملية الإصلاح بسيطة. ونقول نسمع مضاربة مثلا العجلة بسيطة صح؟ طيب احنا نستبعها ولا نكسرها ولا نوقفها؟ العقل يقول ان احنا ندفعها اسرع. احنا بنقول ان الاسراع يعني نزول الشارع المليونيات الحقيقه كثرت المليونيات بالاعصارات، هذه الاشياء تصيب الشعب بالفجر. الناس يعني عملهم متقن. كذلك المليونيات بتفكرها بتبقى يا جماعه قوتها مفهوم؟ انت ابنك جايز النهارده غلط ضربته قلم، بكره ضربته قلم، بعد كل شويه ضرب خلاص ضربته كامل تعرف 10 جنيه. فاحنا بنقول يا جماعه احنا نحاول بالطرق الوسائل السياسيه وإذا كنت مليون مرة إذا عجز سوف نخرج للشعب ونقول يا جماعة عجزنا فخرجوا وقالوا مخرجوا زي ما كان الموقف الذي أنا رفضته في قبل 25 يناير نقول إذا عجزنا فخرجوا وقالوا مخرجوا. فإحنا المليونيات مش عايزين نتكلمها، مش عايزين نتكلمها بجد، مش عايزين تزهق الشعب منك وربط عشق. خلي السيف في مكان السيف والنصيحة في مكان النصيحة، ووضع الندى في محل يعني طبع الكرم في محل الحزم المسيء زي ما طبع العكس طبع يعني الحزم في محل الكرم في شيء زي ما طبع الكرم في محل الحزم. على كل حال احنا وقفنا للمليونيات نذهب إليها إذا طلبنا
وهذا الامر يجعلني لا قبل كل تصرف ان انا انظر هذا الامر من قريب من الله واتي امانتي يعني امانته يعني الى الله عز وجل. يعني الحقيقه ان انا ضربت مواقف وجهاز من الموقف هذا ليس صحيحا. انما الحقيقه ان احنا نراعي ان احنا نكون الحق ونلتزم بالحق. الاخوان قد نتفق معهم او لا نتفق، ولكن انا في كل تصرفاتنا نحاول ان نصيب الحق. بعد ذلك بيقول يعني هو بيسال عن الموقع اللي وقع فيه في 2013. بص يا جماعه بس هقول لك مصيبه. احنا دلوقتي نطالب بإقامة يعني الخلايا التشريعية التي ستكون تبدأ في يوم 28 نوفمبر. الخلايا التشريعية سيأتي مجلس تشريعي منتخب بداية من الأرض من 12 يناير. مجلس تشريعي منتخب. المجلس التشريعي المنتخب هذا معترف به في الدنيا كلها. مجلس تشريعي معترف به في الدنيا أنه موقفه قانونيا قوي. وإن رئيس المجلس التشريعي رئيس مجلس الشعب من ناحية إن هو إذا غلب أو نادى أو حصل شيء من رئيس الجمهورية بداية الطريق العديد رئيس مجلس الشعب. فمجلس الشعب له قدرة وقوة. احنا مرات عندما لقينا المجلس العسكري أراد منه أن تنتقل بانتخاب مجلس التشريع أن تنتقل إليه السلطة التشريعية الانتقالية وأيضا السلطة التنفيذية. المجلس العسكري وحتى الآن مصر على أن هو في 12 يناير يسلم السلطة التشريعية والانتقالية ومجلس الشعب ولا يسلم السلطة التنفيذية إلا لرئيس المنتخب. هو عايز ان هو يتحرك الموضوع زي ما انتم عارفين. احنا يا جماعه اقول لكم الان هو العالم هو نزول الشارع ونزول الشارع. طب الانتهاء مثلا يعني الانتخابات التشريعيه عندنا قوتين، قوه شعبيه وقوه دينيه. مجلس التشريع المجلس التشريعي في الدنيا كلها في العالم كله المجلس التشريعي ده يشكل منه الحكومه ويبقى منه رئيس وزراء ويسلم السلطه التنفيذيه. احنا دلوقتي علينا عندنا يا جماعه في عمليه اجتهاد وعمليه مدافعه مستمره، لكن لابد ان احنا ندير العمليه بنوع من الحكمه والرحمه، لان احنا في ارواح يعني احنا مسؤولين عن في بلاد احنا سنسال عنها يوم القيامه. فلا نشترك كثير من اهلنا ونقول انتم عرضتم ونقول انتم خدعتم. لا يكون ما يقول والله يعني حسيبه وهو يفعل ويسال. اللي انا بقوله ان احنا نحاول ان احنا ندير القضيه كما نستطيع. يعني نقدر احنا في ايدينا الشارع في ايدينا الشعب ننتظر شهرين حتى تنتهي الانتخابات التشريعيه باذن الله يكون هناك مجلس تشريعي منتخب يمثل الشعب نرقص به ونستطيع ان نحصل على كافه حقوقنا. يكون المجلس يستطيع ان هو يمارس الحق التشريعي والحق التنفيذي والانتخابي كله، وهناك تبقى خلاص الموضوع منتهي. يبقى قضيه اللي هي كتابه الدستور، ثم بعد ذلك بعد كتابه الدستور انتخاب رئيس الجمهوريه وتنتقل السلطات كل مكانها. يا جماعه عايزين ندير الموضوع بطريقه يعني في حصول على اختلاف مع عدم التفويض في امن البلاد وسلامتها، لان يعني الله عز وجل يسالنا على الموضوع. ثم النظام على وظيفه علامه يعني واحد يقول يعني يعاتبني على ذلك.
ايه قمت بايه عملته ومستعد ان انا لو نزل بي الموت انا اتعامل مع الله عز وجل ومدافع عن الذي فعلته ان انا فعلته دفاعا عن الحق ودعوه للحق. المهم بيقول موقفكم من 30/9 وتحريم الخروج فيها. احنا ما حرمناش يعني تحريم الدعوه وتحريم المواقف السياسيه دي يعني انا حرم الخروج او انا ما حصلش هذا منها او حزب الامور. احنا كان عندنا معلومات اكيده من 30/9 و6 و7 10 يعني ياتي مجموعات تحاول انها تعمل حوارات وتعمل كذا وتعمل كذا وتتحرش بالجيش وتستفزه في هذه الاحاديث. كان عندنا معلومات مؤكده ان في ناس بس تبع الاشياء فقلنا يا جماعه دعونا وفي نفس الوقت الجيش اتصل بنا وقال احنا نقضي معكم لقاء يوم 11 فانت طبعا لا يمكن ممكن هذا الشيء نحصل عليه يوم 11 مفهوم؟ لكن حقيقه احنا لا نحارب الحروب ولكن احنا قلنا احذروا منا الحاد الى جوابكم وهذه الاشياء حصلت في مسبير وانتم شفتوا اللي حصل في مسبير. ويسهل جدا من اي تجمع من 20,000 او 30,000 او 50,000 واحد ان يحصل مثل هذه الحوادث القتل والانفجارات. الاشياء نحن فقط نخاف على ابنائنا ونقول لهم لا تكونوا الا يعني عند الضروره وقلنا لكم والله لو راينا مواطنه واضحه نقول لكم خلاص لنا كل المحاولات ونترككم ثم تستطيعون سنكون لا نقول لكم فقط ولكن سنكون في مقدمه الصفوف معكم. المهم يعني لماذا كان التحالف مع الاخوان؟ طبعا هذه مسائل سياسيه طبعا يعني يطول الكلام فيها لكن هو يعني هذه الاسئله بترجع لرؤيه سياسيه معينه. احنا شفنا اخواننا في الطريقه العداله راوا طريقه معينه هم ياخذوا يضموا معاهم حزب الورد وحزب التجمع وحزب مش عارف يعني الاحزاب المختلفه مربوطه معهم. احنا راينا في الدخول في هذه الحلقات الشارع بتاعنا مش هيقبل هذا. الشارع لم يقبل هذا الامر مش هيقبل ان احنا ننزل على القناه مثلا بتاعتنا فلان وفلان ترى ان هذا الشخص لا يليق هذا هتكون صعب عليه. المهم ايضا انا يعني تنبأت واستشرفت الامر ان هذا القائمه مثلا بتكون 4 أو 6 ازاي تقدر الناس وتحط يعني ازاي بس احط 4 في القائمه و6 في القائمه يعني تنبأت واستشرفت ان يحصل تفكك في هذا التحالف وقد حصل فعلا. انا ذكرت هذا الكلام في عده احاديث صحيحه ان هو هذا التحالف سيتفكك انتخابيا سيتفكك مفهوم؟ واحنا اول ما اسسنا الحزب احنا نقول ايه ده احنا سننزل بخارطه مختلفه. احنا قعدنا بقالنا 4 شهور او 5 شهور بنحكي هذا الامر ثم ركبت الاحزاب حزب النصارى حزب البناء والتنميه وحزب التوحيد العربي كلهم وجدوا نفسهم هم مشروعين يعني لهم 1% يعني لهم 4 مقاعد و5 مقاعد كل حزب من هذا الحزب. طبعا هذا الامر في منتهى الصعوبه. قبل حزب النور ينزل على 5 مقاعد ويحمل حزب لانه واحد حزب النور يمثل بشخص واحد اللي بس شيء صعب. اللي حصل معنا الصراحه هيكون يحصل معنا حزب النور لو الله سبحانه وتعالى قدر ان احنا استشرفنا ما يحدث في المستقبل من الحياه وعددنا العدة لها وكل الاحزاب كل القوى السياسيه يعني صورت حزب النور في موقفه ولكن بعد 4 شهور من الدخول و4 شهور من الانتخابات هم صوروا موقف حزب النور وكان حزب النصارى معنا حزب البناء والتنميه كانوا معنا وكان الحكايه اليوم قبل أن نتشرف بالمسير إليكم كنا في الخبر الصحفي وتعلمنا هذا الحالة الرسمية
حزب النور وحزب الاصاله حزب القضيه والعداله، وايضا في احزاب اخرى اللي هي احزاب حزب التوحيد العربي وحزب العمل ايضا تكون من فلولا الله سبحانه وتعالى قبل هذا الموقف كان